بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير خياتي، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كيف راهي حوالكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يعني واحد يحمد ديما ربي على النعمة اللي راهو فيها، على نعمة الصحة، على نعمة البصر، على نعمة الولاد الصالحين، على نعمة الطعام والشراب، على نعمة السكن، على كل النعم اللي رزقنا بها ربي. نحمدوه ونشكروه باش يزيدنا ان شاء الله ويرزقنا. المهم البنات، راح نقول لكم العنوان تاع الفيديو اللي راح نديره لكم اليوم، وهو فيديو مهم جدا لكل اخت. يعني تقريبا نفس المشكل يعني اللي عندنا كامل. هي عندنا احلام وعندنا امنيات وعندنا بزاف حاجات خاصتنا، بصح يعني المدخول قليل والقدرة الشرائية ضعيفة وكل شيء زادوا له في الاسعار، والقدرة الشرائية مازالت تاع المواطن الجزائري ضعيفة. يعني حبيت نهضر لكم اليوم على كيفاه نديروا التاويل، كيفاه نتعايشوا مع الظروف الحالية من غلاء في الأسعار وإلى ذلك. كيف نقدروا نديروا التاويل كما نقولوا بالراس المال اللي عندنا، بالامكانيات اللي عندنا، او بمعنى اصح كيف نقدروا نحققوا امنيات، ومهما كانت يعني امنيات صغيره او كبيره، كل واحد الامنيات تاعو، كل واحد والانشغالات اللي عنده، او لتسريع يعني انجاز مشروع بنيناه وتعطلنا فيه. مثلا مشروع بناء سكن، او مشروع شراء سيارة، او مشروع ما لباليش انا، او مشروع تأثيث منزل، او اي يعني امنية او اي مشروع، او بديناه وما قدرناش نكملوه في درنا له وقت وما قدرناش نكملوه في هذاك الوقت. راح نعاونكم ان شاء الله، نعطي لكم بعض النصائح من تجربتي الخاصة يعني في الحياة. وش راني نشوف. انا خياتي الحمد لله راني خدامه يعني، وعندي شهريه، وبهذيك الشهريه تاعي راني نافيغي، يعني راني نطلع نهبط منا والاخر باش نقدر نعيش ونقدر نحقق المستلزمات تاعي. وراني نتبع في اليوتيوب يعني الجزائري القنوات تاع اقتصاد. كاين يعني اللي يمدولك صح نصيحه مليحه، وكاين لا علاقه بالاقتصاد، دايره زعما المبدا تاع القناه تاعها ولا لي برانسيپ اللي راهي تمشي عليهم تاع اقتصاد. مي لي فيديو خاطي كاع وحده تبين لك مشتريات دير لك شحيحه تاع 5000 و10000، ودير لك مشتريات تاع 2 ملاين. ما على باليش انا صباط بكذا، ساك بكذا ب2 ملاين، مليون ونص، قرعه تاع ريحه مليون ونص. وحده تشري لك تقول لك اروح نديروا دار الخزين من دار الخزين كما نعرفوا واش نخزنوا في دار الخزين. نخزنوا الاساسيات اللي باش كي نحوسوا نطيبوا ولا نحوسوا الاخر، الاساسيات تاع كل منزل. يعني نعرفوا احنا الجزائريين وشنو الاساسيات تاعنا تاع المطبخ الجزائري، من بقوليات، من زيت، من ليبات. هذو هما الاساسيات. اخرين دير لك دار خزين غير سقايط غير مكسرات، لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني لا علاقه بالاقتصاد. المهم البنات، انا يا ما نطولش عليكم، حبيت ندير لكم الموضوع ان شاء الله يا ربي يليق استحسانكم، ونعطيكم نصائح اللي ان شاء الله تمشوا عليهم. واذا عندكم راي واحد اخر بعثوا لي خياتي في كومونتير، نتناقشوا هكذاك ونلقوا واحد يستفاد من الاخر. ندخلوا خياتي في الموضوع مباشرة. أول نقطة نهضر لكم عليها هي مقاطعة المشتريات. مقاطعة المشتريات ثم مقاطعة المشتريات باش نلم الدراهم وندير التاويل ونحقق أمنيتي ولا ننجز المشروع تاعي. لازم نلم الدراهم. كيفاه نلم الدراهم؟ اني نقاطع المشتريات. ماشي الدورو اللي نجيبو نروح نصرفه، اللي نخدم عليه في النهار نصرفه في الليل، ولا اللي نخدم عليه في الليل نصرفه في النهار. تقولي لي كيفاه نعيش؟ مقاطعة المشتريات إلا الأساسيات، إلا الأساسيات. نشري غير الأساسيات اللي نسحقهم في داري. كل واحد وعلى باله كيف راهو عايش، وكل واحد والنمط تاع المعيشة تاعو، وكل واحد على باله واش راهو يسحق هو وأفراد الأسرة تاعو. حاجة زايدة كاع ما نشريهاش. اولا مثلا اللباس، نلبس واش عندي مناسبه نسلف ماليه، نسلف على اختي ولا نسلف على صاحبتي لانتي، ولا حاجه اللي عندي تقولي لي شافوني بها شحال من مره، شافوا ولا ما شافوش. انتي عندك مبدا، عندك هدف، عندك برينسيپ راكي تمشي عليه، ما يهمكش راي تاع الناس. ونهار اللي ديري تاويلك يقعدوا يشاوروا لك بالصباع، يقولوا يا شوف فلانه
ما كان عندها والو، درت التاويل. خير من اللي يشاوروا لك بالصباع يقولوا فلانه خدامه وراجلها خدام، ولا راجلها خدام ودايرينها غير الماكله والرقاد واللبسه والاخر. فهمتي يا حبيبتي؟ يعني اول حاجه اني نقطع المشتريات، نشري غير الحاجه اللي خصتني. اللبسه قلنا نغسل حوايجي ونحددهم ونلبسهم، والكفاف والعفاف، باش نشري حاجه زايده ونحطها في الخزانه غير ما كلاه. ثانيا لماعن ما كلاه نهضر لكم عليهم. لماعن اللي عندك في الكوزينه يكفوك. حاجه تاع الضياف باينه، حطيها في بيفي ولا حطيها في بلاصه وحدها، نهار اللي يجوك الضياف شليها وحطي لهم الاخر. نزيدوا الدوران في المارشيات. الدوران في المارشيات تروحي تخرجي زعما تنحي على خاطرك، تروحي للمارشي تلقي روحك صارفه 100,000 200,000 على والو، تفاتف برك، حاجه تاع بلاستيك، حاجه تاع مكياج، قرعه ديودورون وانت عندك الريحه في الدار، ما على باليش انا حاجات ما عندها حتى معنى. الدوران في المارشيات نقصي منه، روحي الا كيما نقولوا الحاجه الضروريه. خصني حاجه لازم نروح نجيبها ليا مثلا ولا لوليداتي، ولا راني نكتبها في ورقه وندي لا صوم اللي قيس ونروح نشري ونولي طريق. ثاني وحاجه واحده اخرى ثاني نهضر لكم عليها، هي النقطه الثانيه. كل وحده عندها ورقه وستيلو وعندها التقسيمات، تقسم لاباي تاعها وتقسم. قال هذه حاجه تاع ماكله، قال هذه حاجه تاع الطبيب، قال هذه حاجه تاع ليكور تاع اولادي، قال هذه حاجه تاع تريسيتي تاع الماء. كاين اللي حاطه مثلا المشتريات الخاصه هي كوسميتيك. امهم في هذو التقسيمات اللي راكي ديريهم، الى تقدري تنحي يعني تيتر ولا نقولوا عنوان، ونقدروا نحوه نستغنوا عليه، يعني ماشي اساسي غير نحيه. مثلا نعطي لكم مثلا حاجه تريسيتي مولفه نخلي له نقولوا 400,000، الا نقدر نخلي له 300,000 نقدر. تقولي لي كيفاه نقص في تريسيتي؟ مثلا الا انت مدمنه على البروشينغ لشعرك، نقصي من البروشينغ. اولا مضر بالصحه، يعني سيشوار واللي يصير مضر بالشعر، سمحوا لي خواتاتي، مضر بالشعر يعني يكسر الشعر. ندير سيشوار بروشينغ مره خرجه، ولا ماشي دائما نقص في تريسيتي. مثلا التحداد، الا مولفه تكوي بزاف تحدي بزاف الحديد حوايجك، نقصي ثاني نعرفوا الحديد ياكل تريسيتي. مثلا مولفه نشري ماركات معينه، نستبدل هذه الماركات ولا هذه المنتوجات بماركات اخرى اقل سعر وعندها نفس الجوده يعني تاع الماركات الاخرى، ونقص على روحي المصروف. مثلا عندي خرجات مولفه كل شهر ولا نقولوا كل 15 يوم، كل سمانه عندي خرجات يعني زياره اقارب، ولا عندي عرضات، ولا الا نقدر نقصهم على بالنا بلي ديري عرضه بالمصروف، تروحي تزوري بالمصروف تدي معاك. المهم حاجه اللي فيها مصروف زايد في التقسيمات نحيها، خلي غير اللازم تاع اللازم. مثلا الى ترونسبور وراكي خدمتك قريبه، ولا ما على باليش انا تدي بزاف ترونسبور وتقدري تمشي، نقصي حق ترونسبور. انا نهضر لكم على نفسي، مثلا عندي كل شهر نخلي انصوم للكرا، راني كاريه نخلصوا بالستة شهور، بصح كل شهر نحي مبلغ مالي باش كي يلحقوا عليا الستة شهور نخلصوا من نلقى روحي موفره. هذا ان شاء الله هذه الفتره يا ربي يقدرني ويحييني راح نحي الكرا. تقولي لي وين راح تسكني؟ انا عندي سنين خياتي وانا كاريه، يعني مصروف تاع الذراري قرايتهم، مصروف كيما كل العائلات الجزائريه، وزد لك راني كاريه غالي، كاريه 2 ملايين للشهر والاخر، وراني نبني وبنياني عندي سنين، وانا ملي بديتو ما قدرتش نكملو. علاه؟ باسكو المصاريف بزاف. الحمد لله يعني بنياني بدا يبان، ما نقولكم فينيت ما فينيتش، راح نسكن ان شاء الله في السيمان ونحي عليا الكرا. هذه ديسيديتها باذن الله، هذا الصيف راح نحي عليا بنت تاع الكيرا، عنوان الكيرا في التقسيمات تاعي راح نحيه وراح هذيك لاصوم تاع الكرا راح نكمل ان شاء الله نفيني بها داري بالعقل. هذه هي لازم تصبري ولازم تسكري فيه بحاجه باش تقدري ديري حاجه واحده اخرى. هذا الفيديو مخصص للطبقه يعني المتوسطه، كما نقولوا
زواوله، نقدروا نقولوا زواوله. الطبقه اللي ما عندهاش كيما نقولوا ما عندهاش راحه ماديه، ما عندناش سكنه باينه، ما عندناش مثلا ما عندنا، الا عندنا سكنه ما عندناش طوموبيل، الا عندنا طوموبيل وسكنه ما عندناش مبلغ مالي نرجعوا عليه بعيد الشر. هذا مرض، هذا ما على باليش واش هذا الطفل حبينا نقروه نصرفوا عليه ولا طفله. المهم هذا الفيديو مخصص لهذه الفئه. النقطة الثالثة خياتي اللي راح نهضر لكم عليها وهي شراء الأساسيات. كل امرأة وكل ربة بيت أو كل يعني رب بيت على باله بالأساسيات ولا على بالها بالأساسيات تاع دارها. كل عائلة تختلف على الأخرى. يعني حنايا العائلات الجزائرية تقريبا ناكلوا نفس الماكلة وعندنا نفس الانشغالات، بصح كل وحدة تختلف عن الأخرى. انتيا ورقه وستيلو تشري غير الاساسيات تاع دارك، او بمعنى اصح الاساسيات تاع الاساسيات. الا كنتي مقتصده من قبل تشري غير الاساسيات، هذا المره راح نقول لك راح تشري الاساسيات تاع الاساسيات. ولا حبيتي نقول لك اكثر تفصيل في هذه النقطه راح ندير لكم فيديو مفصل. الا شفت كاين تجاوب ويعني قدرت نلحق لكم المعلومه اللي راني حابه نلحقها لكم ولقيت منكم تجاوب، ان شاء الله راح ندير لكم فيديو مفصل على مثلا على نعطي لكم مثال. انايا بداري يعني درت قناه في اليوتيوب، راح نعطي لكم مثل بي انا مانيش راح نهضر لكم على حاجه هكذاك برك زعما نشوف فيديو في كاش قناه ونعاوده لكم ولا حكايات تاع ناس، ولا راح ندير لكم حاجه واقعيه من الواقع تاعي انايا اللي مجرباته واللي نجح لي واللي صدق لي. المهم البنات نكملوا. النقطه الرابعه نورمالمون وصلنا الى رابعا الصرف خياتي ما نحقروش. راني يعني جبت لكم شحيحه صغيره يعني تاع بنياتي واش لموا في الصرف في هذا العيد. الصرف هذا رقيق ما نحقروش، ما تحقريش خلاص الصرف هذا 10,000 5,000 2000 20,000. هذا الصرف الرقيق اللي راح يدير لك هذو الوريقات 9 دراهم هذو اللي راح يدير لك 100,000 وراح يدير لك 200,000. بالصرف تلمي يعني كل وحده كيفاه ديري شحيحه ولا. المهم الصرف ديري له قيمه يقيمك. نقولها لك من الاخر، بهذا الصرف الرقيق ديري هذو الدراهم الكبار. هذه نصيحه مهمه جدا. نسادروا بالصرف الذهب، نسادروا بالصرف شرات اللي ما عندهاش ماشينه درت ماشينه، اللي خاصتها حاجه دارتها، اللي راهي تقري في وليدها تخلص له ليكور بالصرف. المهم هذا الصرف ديريه كيما نقولوا في عينيك ما تحقريش. هذا ما نقدر نقول لك. النقطه الخامسه هي مقاطعه الحانوت. تقولي لي كيف نقاطع الحانوت؟ راح ديري مصروفك شهري ولا مصروف تاع 15 يوم ولا تاع 10 ايام باه راكي تقضي. هي من الاحسن انك تقضي بالشهر. انايا نقضي بالشهر، شهر نجيب فيه كل حاجه نسحقها في الدار، من مواد التنظيف، من الشامبوا، من الريفيتايمه، من كل حاجه، ونقاطع الحانوت اللي قدامي. ولا اللي كي نكون عقب الطريق تشهيت تشهيت ما نعرف واه نروح نجيبو، نروح لداري مع العشيه مثلا كنت خارجه من الخدمه يعني عقبت على البولونجي حبيت نجيب بتي بان كرواس وما نعرفش واش تلي روحك صارفه 20,000 30,000 على والو. ندخل لداري ندير قهوه حليب وندير شويه كسره ولا ندير حبه ومسكوتشو وصله عنبي، هذيك 10 20,000 نزيد نلمها. المهم نمشي بالمصروف الشهري تاعي بالريفيتايم اللي عندي. كي نشري المصروف اولا يا ندير لائحه تاع طعام، لائحه المأكولات بها ندير مشترياتي، ولا ندير مشترياتي ومنها ندير لائحه تاع الاكل اللي راح نطيبها. هكا نكون منظمه ونقاطع المشتريات اليوميه تاع هاك يا طفل مثلا راني قاعده هاك طفل هاك 20,000 روح جيب لنا بها بتي بان. هاك يا طفله هاكي 20,000 روح يجيب لنا بها باتيسري من عند الحانوت. 20,000 ما تجيب والو. باتيسري حبه تاع باتيسري بكري كانت تجيب راها 8,000 10,000 يعني يجيب لك زوج حبات والاخرين انت تاكلوا والاخرين يشوفوا. يعني على الاقل باتيسري باش تشري باتيسري 50,000 بيجيبوا لك 4 ولا 5 حبات مسقمين. المهم هذا المصروف الزايد نحيه عليك من الطريق. كل شيء طيبي في دارك باش تقتصدي فيها جهد عقلي يعني بالتدبير وبالورقه والستيلو والحسابات، وفيها جهد ثاني عضلي تعجني طيبي تبكري شويه، ديري حبه مسكوتشو، ديري قاطو طابع، ديري كروكي. المهم هذا ما كان ديري حبه مسمن
هادو كامل اللي هادو كامل ينفعونا في المصروف. نزيد نكمل خياتي. النقطة الخامسة هي الدراهم. كي لم الدراهم اني لميتها هكا كيما هكا، درت شحيحه صغيره ولا درت في بورتفاي ولا كل وحده كيفاه. كي لم الدراهم هذوك نصرهم ونخبيهم ندرقهم. الجن الاحمر ما يلقاهمش وين راني حطتهم. الدراهم الا وريتيهم لولادك اللي راكي تلميهم، اللي راكي تقتصدي بهم وتلميهم، الا وريتيهم المولى بيتك ولا وليداتك راح يلعبوا لك بالمورال وراح يدوهم لك. انا نقولهم لك، تبدا الطفله يا ماما خصني سروال، يبدا الراجل هو خصنا هذيك، هاتي جبدي هذيك، هاتي روحوا ندير. امهم دراهمك خبيهم، واحد ما يسمع بيهم وواحد ما يشوفهم. انتيا كيما نقول لك بكري يقولوا دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا. دوك انتيا لمي الدراهم ونسايهم، حتى يولوا انصومه مليحه باش تفكريهم. نزيد لك النقطه اللي موراها قنوات المشتريات اللي راهم في الانترنت وفي اليوتيوب، تاع شريت وانت راك تبعي فيهم. هذوك راهم يمسحوا لكم في مخكم، هذوك راهم يلعبوا لكم بالمورال، هذوك راهم يدوا لكم في الوقت تاعكم خساره. الا وريت لك مشتريات في الاقتصاد كيما نقولوا بها ونعم، الا وريت لك مشتريات تاع صاك 2 ملايين، صباط 1.5 مليون، ما نعرفوها ريحه تاع 1 مليون، شريت المايونيز وشريت شوكولا فيريرا روشي ولا ما نعرف اسمها، وشريت حاجات زايده ما عندها حتى معنى. هذيك راح تجيب بك الوقت، سواء هذيك عندها الدراهم وعندها شهريه مليحه، ولا عندها ورث، ولا عندها دراهم وراها غنيه ولبس عليها، سواء راها تسرق وتجيب. ما على باليش انايا اللي تخلص توري لك باللي شهريه تاعها 3-4 ملايين وتوري لك المشتريات تاع 10 ملايين. منين جاو هذوك؟ على باليش، الله اعلم. المهم انتيا اللي راكي تحوسي ديري الاقتصاد، قاطعي قنوات المشتريات. هذا ما نقدر نقول لك. النقطه الثامنه، هذا التوفير والاقتصاد خياتي لازمو كيما نقولوا عزيمه واراده قويه. الا شفتي روحك انتيا باللي عييتي نقولوا من الاقتصاد، ولا تحسي روحك عييتي تقولي وعلاه انا راني نلم، تشوفي صحاباتك يبدو يقولك شرينا ورحنا وحوسنا وكلينا، تشوفي في اليوتيوب فلانه دارت عرضات ودارت تحويسات وشرات ولبست، تقولي انا وعلاه انايا الناس عايشه لبس عليها، وانايا معقبه عمري غير نشح ونتقشف باش نلم شويه صرف نشري هذيك وهذيك. الا شفتي روحك اختي طحلك المورال، ماشي تروحي تلاشي وتجبدي هذيك الصره وتروحي تصرفيهم اللي لميتي في عام تصرفيه في النهار. لا، شوفي تفكري حاجه، تفكري الناس، تفكري الفقير، تفكري هذاك المانوفر، هذاك اللي يصبح من الصباح حتى لليل وهو يخدم في الشتاء، الى في الشتاء في البرد، الى في السخانه في الصيف يخدم في السخانه، الشميسه 50 ديجري فوق راسو على جورنيه تاع 150 ولا 200 الف. نروحوا للنقطه الثامنه خياتي، وها نقطه مهمه جدا، يعني الاستمراريه. اللي راح تقتصد وتوفر لازم تكون عندها فكرة الاستمرارية، ماشي نقتصد نهار 2-3 شهر ونبطل. باش نحقق أهدافي لازم نستمر في الهدف تاعي، لازم نستمر. الاقتصاد والتوفير نديرو سيستم، نظام تاع حياة. وإلا زعما حبيت انايا نزير روحي 2-3 شهور نصبر، ماشي نشوف انايا الناس عايشه ونشوف هذو القنوات تاع اليوتيوب، اني شريت، اني خرجت، اني كليت، اني حوست، ما نعرف. انا نشوف صحاباتي في الخدمه انا شريت هذه وهذه، ومن بعد يطيح لك المورال، تقولي كيفاه الناس عايشه وانا قاعده غير نشح وقاعده غير نقتصد باش نلم شويه صرف ولا نلم باش ندير. لا، الا حسيتي روحك المورال طاح لك وحسيتي روحك باللي راح تلاشي في التوفير والاقتصاد تاعك، تفكري دائما الناس اللي راها تحتك، الناس اللي ما عندهاش. ما تشوفيش اللي فوقك، شوفي اللي تحتك، وشوفي الناس اللي دارت التويل من والو. كاين ناس دارت التويل دارت واش راها تحب من والو، يعني بالعقل بالقطره كيما نقولوا يحمل الواد. وشوفي دائما اللي تحتك، شوفي كي تخرجي مثلا في النهار، شوفي هذاك المانوفري مسكين تلقيه ساعات عمره 50-60 عام، كبير، شيخ كبير، ويخدم في الصيف تحت السخانه وفي الشتاء في البرد وتحت المطر على جال جورنيه تاع 150 ولا 200 الف باش يجيب القوت لولادو. الاستمراريه في تحقيق الاهداف نقطه مهمه جدا وجدا وجدا، نقدر نقول لك هي اهم نقطه يعني في هذا الموضوع كامل، هي الاستمراريه.
النقطة العاشرة وهي اللي حبيت نهضر لك عليها، انك بعد ما زرعتي تحوسي تحصدي، بعد ما وفرتي تحوسي تشوفي واش وفرتي وين لحقتي. اختي شوفي انتيا وفرتي، جيتي لحقتي خلاص هاني وفرت، هاني زيرت روحي الاخر، هذاك المبلغ المالي اللي وفرته نروح ديريكت نروح ندير به واش كنت الهدف تاعي الاول مهما طالت المده. يعني الهدف تاعي الاول اللي درته نروح نقضيه. الى مثلا عندي ما على باليش باش نشري قطعه تاع ذهب، نروح ديريكت نديه للسايغ، قال هاوليك نشري مثلا نفحت في خاتم، ما عنديش خاتم نديرو في صباعي، نشري هذاك الخاتم تاع ذهب. مثلا راني نلم باش نشري طوموبيل، راني نلم مثلا باش نلم انسوم تاع مثلا نخلص لا ديالا ونمشي يفتحوا ان شاء الله السيت نحطهم فيه، ماشي كي نلمهم تبدا تبان لي شوفات وحدين اخرين ويبداو يدبروا عليك ثاني من هاتي نحطوا شويه من نحطوا شويه لهيه. لا الهدف تاعي اللي وفرت عليه نحققه باذن الله، وهذا مكان يعني وتستعرفي بروحك تقولي راني درت. دائما استعرفي بروحك ودائما نرفدي راسك وقولي درت. وفي الاخير خياتي نتمنى هذا الفيديو كان نال استحسانكم يعني وفهمتوني، كنت قدرت لحقت لكم الفكره. وحبيت نقول لكم ثاني باللي هذه الدنيا راها مع الواقف يا اخي، نقولوها حنايا نقولوا الدنيا مع الواقف، كوني دائما واقفه وكوني دائما صنديده وكوني دائما قد روحك. كي نقولوا قد روحك ديما قولي انا وانا والى الامام، وهذا كامل يعني يجي بالعمل. وكما نقولوا هذا الموضوع يطول فيه الحديث، يعني اختصرت لكم، ونزيد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اللي تنفعكم وتفيدكم، وتبقوا على خير.